أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا ولا فسادا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ودع إلى ربك. كل شيء هالك إلا وجهه وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ورضينا بالله تعالى ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الأخوة الأعزاء، ونحن في مستهل نقلنا لهذه الشعائر المباركة، شعائر صلاة الجمعة من محل مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بنبينا أبي طاهر. مشاهدينا الكرام، خطبة الجمعة لهذا اليوم ركائز الأمن المجتمعي. يخطب خطبة الجمعة لهذا اليوم فضيلة الأستاذ أبو طاهر عميد كلية الدعوة لجامعة الأزهر الشريف. ويشهد هذا اللقاء فضيلة الشيخ مدير الأوقاف الحضرة ووكيل وزارة الأوقاف وواحد من أئمة وخطباء دولة الأوقاف. يشترك فيه كل أبناء الوطن، حيث لا يمكن لأي منهم أن يوفر الأمن لنفسه وأسرته منعزل عن أي مجتمع. فالناس في مجتمعاتهم ودولهم أشبه بركاب السفينة التي لا يمكن أن تنجو البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أروع المثل في التكافل في الرحمة صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، الآن فضيلة الأستاذ أحمد حسين عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر لإحصاء الدرجات العليا يدخل خطبة الجمعة لهذا اليوم وهي عنوان ركائز الأمن المجتمعي. ويقع لنا فضيلة الشيخ حلمي.
احنا انت جايبه دي هنا على شكل ابل، حطيها هنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. هنا بقى ده الفطار المعتمد ليوم الجمعة، الفول والطعمية والبتنجان والفلفل والمخلل والطماطم والخيار والبصل الأخضر، والحمد لله يا رب فضل ونعمة. يعني نحمد ربنا على النعم الكتيرة اللي ما بين ايدينا. اول ما بابانا يطلع يوم الجمعة بيجيب معاه فول وطعمية ويفطرنا. هو النهاردة جابهم وقال لي ايه حطهم في السبت، واحنا حضرنا الفطار على ما هو يرجع من الصلاة وفطرنا الحمد لله. نخش بقى على تجهيز الغدا. ده الجمعة اللي احنا طول عمرنا متعارف عليه، بابانا يجي من الصلاة نفطر او نتغدى، وبعد كده ماما تحضر الغدا ونعمل الاكل ونظبط الدنيا ويبقى الدنيا حلوة ورايقة. النهارده ابو سيف نزل جاب لنا لحمه من عند جزار الجمهوريه اللي قصاد محطه مترو المطريه. تمام، استوت بسرعه ما شاء الله، جميله وطعمها حلو اللهم بارك. مسكت اللحمه الصراحه ابو سيف بيقول لي ده لسه الراجل قاطعها على طول، الصراحه لقيتها نظيفه فما غسلتهاش الصراحه. اللحمه في ناس تقول لك اغسلوها وفي ناس تقول لك لا ما تغسلوهاش، بس الاراء كلها قالت لك لا ما تتغسلش، بس هي طالما نظيفه انا ما غسلتهاش الصراحه. والحق يتقال اللهم بارك، يعني الله اكبر. عارفين اللي هو ما طلعتش ريم اصلا، والشوربه بتاعتها كانت صافيه ورايقه جدا. تقريبا كده هنعتمد جزار الجمهوريه، مع ان يعني اسعاره عاليه، بس تقريبا كده هنعتمده. بس كده مسكت اللحمه حطيتها في الحله الميه السخنه ورميت الطبق ده خالص. في ناس على فكره بتغسله وتعيد استخدامه، بتاع اللحمه بلاش، لان اللحمه بتخش في انسجه الطبق الفل، بلاش منها. وهنا في العين التانية حطيت البصله وهنعمل التقليه. لقت اللحمه اهي جمعه يعني لحمه وتقليه، وهي دي التقليه. هبتدي بقى اقف اقلب فيها لما عيني ابويا تطلع. سوري يا حاج. بس كده اهو، لازم بص افضل اقلب فيها لحد الميه بتاعه البصل دي كلها ما تنشف، لازم. وبعد كده بقى احط الماده الدهنيه بتاعتي، سمنه بلدي بقى يا سلام، زبده نمشي الحال، زيت اخر الاحتمالات يعني، بس هي لازم سمنه بلدي، لازم. السمنه البلدي بتعديها لمراحل تانية. اسيبها شويه على ما اروح اشوف الهيصه اللي جوه دي. الناس فاكراني فايقه ورايقه، تفوقي رقتي يا اختي وتفوقي فوقتي، ولا تفوقي فوقتي ولا تروقي رقتي. رايحه تفك الخناقه. روحي بدل ما اروح اضربهم. عايزه لسه بقول لها قومي هاتي المكنسه علشان نكنس الارض. عايزين نشفط الارض بعد سهره الخميس امبارح. طبعا انا وقت ظهر الجمعه ما بمدش ايدي في حاجه وما بشفطش حاجه، بعد كده بروح ماسكه الارض. دلوقتي اهو خلاص الظهر ادن وصلينا، وابو سيف نزل مش عارف راح فين، وراه مشوار كده هو يعمله، وبعد كده ايه نشفط الارض. دخلت تتقمص فما علينا. واحده مشغله لي بتاع ده اهو كرتون. العصفوره اللي احنا كنا لقيناها وجت اكلت وشربت بنت اللذينه الواطيه اللي ما عندها اسمها ايه دي، عشره، بصنش العشره الواطيه. هربت، فتحت الكيس وهربت. انا طلعتها في البلكونه تقعد في الشمس، راحت قطع الكيس وطلع. يا ده راحت لصاحب نصيبها. هي كانت جعانه وجايه تاكل. الله اكبر الله اعظم. العصر بيدن، نشفط بقى الارضيه ونلم الدنيا اللي وقعت. الشال ده انا بتغطى بيه عشان الجو ابتدى يبرد، دراعاتي بتوجعني قوي قوي قوي. بس روقت السفره ولميت كل الحاجه اللي عليها، كان عليها الخضار والحاجه اللي ابو سيف جايبها بس. وبنطبخ بقى جوه. جاب لنا خضار سريع كده، حاجات بسيطه. الواحد بقى بيتعب لما بيطلع بالخضار كله. والبابا اليومين اللي فاتوا كان عنده حاله وفاه فما كانش موجود. اللهم صل على النبي. في ناس بتسالني ما بتروحيش ليه للخضري؟ بصوا انا كاسماء ما بحبش حد يحتكرني، يعني لو انا ما جبتش من عندك مره اجيب من تاني عادي، مش كل اسبوع تعالي بقى تعالي وصوري، لا. مع قناتي مش هيبقى كلها تصوير بتاع خضار، فاهمين؟ فبجيب من اي حته. انا مطرح ما ايديا بتوديني ورجليا بتوديني الصراحه بجيب يا جدعان والله. انا ما اعرفش ابويا ابو سيف لسه ما قاليش اي اسعار، لما يقول لي بقول لكم كده. واحنا طالعين في ايدينا كده كيس طماطم، كيس خيار، شويه فلفل، شويه خضره، واحنا طالعين واحنا نازلين. اي حد طالع نازل فينا بيجيب حاجه وهو طالع، عشان الشيله ما تبقاش كتير علينا ووجع قلب، وفي نفس الوقت ايه نجيب الحاجه طازه، فاهمين قصدي؟ اليومين اللي فاتوا والله العظيم كنت مشغوله بطريقه بشعه، كنت مشغوله بطريقه وحشه جدا جدا جدا. قاعده طول النهار على النت عشان اظبط موضوع القناه، وبرده مفيش قيد المراجعه.
وما قبضتش زي الناس الشهر ده، برضو كل الناس قبضت الا انا، كل الناس قبضت الا انا. بس وبجري على الجاليري بقى عشان اي حاجه تطلع منه هتساعد في الدنيا وفي مصروف البيت. اللهم صل على النبي، فكنت مشغوله قوي قوي قوي، فالحمد لله ما طبختش بقى الكام يوم اللي فاتوا، فايه وقلت النهارده بقى اعوضهم واطبخ لهم. بقى التقليه بتاعتنا غمقت ازاي، تفضلي تقلبي 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 لما دراعك بصي يروح فيها عشان تطلعها باللون الحلو المكرمل ده، بس اوعي تتحرق. بصي القاع عندي مش محروق ازاي، بصي اعرس الحله، بصوا اوعي تحرقيها يا لوزه، اوعي تحرقيها، نسيبها تتكرمل حلوه قوي. بعد كده ننزل بايه، بالبصله، ننزل بالطماطم. بنتي بتضحك عليا، تعبانه يا جدعان يا جدعان. بتقول لكم ننزل بالبصل، طب ما احنا حطينا بصل. ننزل بالطماطم يا حاجه، احنا على فكره تبلناها ملح وفلفل اسود واحنا بنقلبها عشان البصل يبقى طعمه حلو. البسيسه او البسيمه اللي عملناها امبارح لابو اوفه ما عجبتوش، فزعل، ما عجبتوش يعني. فالمهم قلت احايله بقى وراضيه واعمل له بسبوسه دي اللي هي ايزي فود، الكيس ابو 5 جنيه. ماله، احنا بنتبطر عليك يا كبير؟ احنا ما نتبطرش عليك يا حنين، ده انت اللي لينا برضو. ده ب5 جنيه اهو. بصوا عملتها وخبطتها طبعا في الرخامه خبطتين، وولعت الفرن على درجه حراره عاليه وسبتها تختمر 5 دقايق اهي، نشفت جمدت. هزقها بقى في الفرن. بصوا انا مش عارفه اتكلم، الشمس بصوا مش عارفه، بصوا للدرجه بتغيب بقى، الدنيا مقلوبه. هروق الكنب بقى والدنيا دي اهو. بصوا هروقه كله واخليه زي الفل. خلاص بطني مش قادر لحد الشمس دي ما تغيب اللي جت في عينينا. اكتر حاجه حباها هنا في الشقه دي الشمس، كميه شمس الحمد لله، الحمد لله يا رب. مين الهبله الهايفه بنت الهايفه، وسيف خاربها جوه. انا عملت لي كوبايه قهوه وعصرت عليها ليمونه عشان ايه الدنيا تهدى وبطني تمسك وتهدى كده اهو، علشان ايه اعرف اكمل مع العيال. ولعت شمعيه عشان تدفيني، ومش عارفه العيال مشغلين ايه في التلفزيون، ربنا يهديهم. وروقت البيت وخليته فله فله فله. طن طن طن. شفطت الارض وروقت الدنيا هنا اهو، وفرشت الكنب تاني. شلت الفرشه نفضتها وحطيتها. عملت لي كوبايه قهوه كده هشربها عشان قبلنا كريمه اوجع، قبلني كريمه دقي. قفلت الدنيا، قفلت دي، بس الشمس خلاص راحت الشموسه. بحب اقعد في الارض على فكره، مش بحب اقعد على الكنبه. مان اوف ستيل. تقريبا ده سوبرمان. شايفين الطبق ده؟ الطبق ده مسحوب من ايكيا ومش موجود دلوقتي خالص، عماله ادور عليه هو والصينيه البيضاويه الحديد فين، مش موجود. الفانوس والطبق دون والصينيه الكبيره، واللهم صل على النبي. دلوقتي في التخفيضات الصينيه البيضاويه مش موجوده، اتسحبت. رحت اطلبها لقيتها اتسحبت، فربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب، ربنا يكرمنا. هو سوبرمان. مبحبش الافلام دي. هشرب القهوه وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. تكون التقليه اتخدعت واستوت كويس، ويكون ابو سيف رجع نتعشى. ابو سيف جه من بره، كنت عملت التقليه واللحمه استوت ما شاء الله، والعيش دون كان عندي في الفريزر، وجه يا عيني مصدع وكان تعبان قوي. اكل، عارفين فكرته هينام، قاعد ينكف في العيال وفينا. صح ولا مش صح؟ ما بيردش، عارف ان هو صح. فالمهم خدنا بعضينا كده اتعشينا ودفيته العيش دون واتعشينا الحمد لله، وعملنا كوبايتين شاي وشربناهم وانتخنا، والحمد لله فضل ونعمه من رب. والحمد لله نحمد ربنا على النعم. واشوفكم بقى على خير وفيديو جديد، وبه ممسيم. باي باي، مع السلامه.
في ناس بتسالني روفي ما بقتش تقول لي به به ميم سين عشان دايما بعمل الشغل بعيد عنها.